القوة الأكبر في أنمي بليتش والتهديد الأعظم في تاريخ مجتمع الأرواح وعالم الأحياء والهيكوموندو ذا المايتي أو قوة العليم. قدرة حرف الإيه أو زي ما مسميها يوها باخ صاحب القوة دليل الكوينش الحقيقي. بس هي عبارة عن إيه؟ المايتي بتخلي يوها باخ يشوف المستقبل بكل أشكاله، مع تفاعلها بيظهر أكتر من بؤبؤ في العين، والعيون دي بتخلي باخ يعرف كل حاجة بيشوفها ويقدر ياخد القدرة لنفسه أو يديها لحد تاني. وزي ما شفنا في أول كورين باخ كان لسه مش قادر يستعمل المايتي عشان كان هيفقد السيطرة لو استعملها. عشان زي ما انتم عارفين بعد 900 سنة باخ استرجع نبضه، وبعد 90 استرجع وعيه، وبعد 9 سنين استرجع قوته، وكانت 9 سنين دي لسه ما خلصوا مع نهايه فايته مع اتش بي. عشان كده فعل الاول مايتي بقى حبيب قلب البطه، غير انها بتخلي باخ يشوف المستقبل ويغيره كمان، لا دي كمان بتخليه يحضر فخاخ ويهاجم الاعداء حتى قبل ما يفهموا ايه هي القوه دي. كل ده طبعا عشان هو يقدر يشوف كل حاجه ويحللها ويحط لها خطط مضاده قبل ما تحصل حتى. ومن الحاجات الاوفر باور في قوه الاول مايتي حبيب قلب البطه ان باخ حتى لو خسر او مات يقدر يوقف الحدث ويعيد كتابته من اول وجديد، وكده بقى شبه مستحيل هزيمته وحد يقدر يكسبه. بس حبيب قلب البطه مع القوه المهوله للاولمايتي وباقي قدرات باخ زي كم ريتسو المرعب اللي عنده والسيف والسهام بتوع ريتشي اللي عنده، وقوه باخ المنسيه اللي محدش بيتكلم عنها بانكاي ياماماتو اللي هو امتصه بعد الفايت بينه وبين ياماماتو بعد ما قتله. تفتكر مين هيقدر يقف في وش باخ ويهزمه؟ وفي الاخر